بيبدأ فيلمنا سنة 1985 وبنشوف توم حارس المنارة اللي بيكتشف بنت حلوة جدا مغمى عليها على الشاطئ، وتوم وقتها بياخدها للبيت بتاعه علشان يعالجها. ولما البنت بتفوق بتقوله انها ملكة مدينة الأطلانتس الأسطورية واللي اسمها أطلانتا، وأطلانتا دي بتكون هربت من المحيط لأنهم كانوا عايزين يجبروا عليها الجواز من الملك أورافي، وهي ما كانتش بتحبه، فبيسمح لها توم وقتها انها تعيش معاه، ومع الوقت بيحبوا بعض وبيخلفوا ولد اسمه أرثر. وأطلانتا كان عندها أمل كبير في أرثر وكانت عايزاه يوحد أهل أطلانتس مع أهل السطح. توم وأطلانتا كانوا عايشين حياة سعيدة جدا مع بعض لحد ما جه يوم وهجم عليهم جنود من أطلانتس، والجنود كانوا بيحاولوا يجبروا أطلانتا انها تستسلم وترجع معاهم للمملكة، بس أطلانتا رفضت ودخلت معاهم في معركة وقتلت كل الجنود اللي كانوا موجودين. بعدها أطلانتا قررت تروح أطلانتس بنفسها لأنها كانت عارفة إن أهلها مش هيسيبوها لحد ما تتجوز الملك أورافي، فقررت إنها تبدأ بالسلام علشان تبعد ابنها وجوزها عن الخطر. وبعد سنين كتير أرثر دخل المدرسة الابتدائية والأطفال كانوا طالعين في رحلة، وهناك شوية منهم كانوا بيضايقوه، وفجأة ظهرت سمكة قرش من جوه حوض السمك واندفعت ناحيتهم بقوة لدرجة إنها كسرت إزاز الحوض، لكن لحسن الحظ إن أرثر قدر يسيطر عليها، والكائنات البحرية اللي في الحوض وقفت وراه في صف واحد. كل اللي كانوا واقفين كانوا مستغربين جدا من قدرات أرثر وسموه وقتها أكوامان. وبعدها بنشوف أرثر كبر ووصل لمرحلة المراهقة، وبنشوف إن أطلانتا بعتت له المستشار بتاعها اللي بيكون اسمه فالكو لان كان عندها ثقه فيه، وبرضه علشان يعلم أرثر ازاي يتحكم في قوته. وفالكو بيعلمه حاجات كتير منها السباحه والسرعه والقتال بالرمح. وعلى الرغم ان والدته كانت من سكان أطلانتس الا كان بيكره أطلانتس جدا لان عرف ان اهلها عدموا والدته لانها كانت على علاقه مع واحد من البشر. بعدها بنشوف شويه من القراصنه وهما بيسرقوا من البحريه الروسيه، والقراصنه دول كانوا تحت قياده كين وابنه ديفيد. وفي الاول الخطه كانت ماشيه كويس، بس بعدين حاجه جت وخبطت في الغواصه بقوه شديده، والخبطه دي خلتهم يخافوا جدا. وبنكتشف بعدين ان أرثر هو اللي خبط الغواصه، وأرثر كبر حاليا وبقى راجل قوي واعتمد عليه، وجه الغواصه علشان ينقذ الطعم بتاعها من الاشرار. واول ما بيوصل أرثر الغواصه بيتخلص من كل القراصنه بكل سهوله، وديفيد كان بيحاول يتقاتل معاه بس أرثر كان اقوى منه لدرجه ان السيف ما كانش بيأثر عليه. بعد كده كوين حاول يساعد ابنه وضرب أرثر بقنبله مكذوفه، برغم ان القنبله اصابته اصابه مباشره الا ان أرثر كان سليم ومن غير اي خدش، ومسك حديده وقتها ورماها بقوه على كين. وبعد ما هزم القراصنه وهو ماشي كوين ضرب قنبله تانية عليه، وساعتها أرثر اتفادى القنبله وجت في جدار الغواصه وخرمتها ودخلت الميه وغرقت الغواصه. مش بس كده، ده كمان في توربيت صاروخ خيمائي وقع على رجل كوين، فراح ديفيد يتحايل على أرثر علشان ينقذ والده، بس أرثر ما اهتمش وقال لهم انهم ناس اشرار ويستاهلوا يبقى ده جزائهم، وسابهم ومشي. وكين طلب من ابنه ديفيد انه يسيبه ويهرب، وسحب قفل الامان بتاع القنابل اللي كانت معاه. ساعتها ديفيد مشي بس قرر ينتقم من أرثر على اللي عمله في والده. وفي نفس الوقت في قاع المحيط كان في ملكين، واحد اسمه أرام والتاني اسمه نيريوس، كانوا حكام مملكتين مختلفين من سكان المحيط، وكانوا عاملين اجتماع في مكان اسمه التجمع الملوك السبعة. وبنعرف ان الممالك السبعة كانوا متحدين تحت حكم ملك اسطوري اسمه إيديلين. وبنعرف بعدين ان الملك أروم هو اخو أرثر الغير شقيق لان والدته هي الملكة أطلانتا ووالده هو الملك أورافي. وقتها أورم كان بيضغط على نوريس علشان يوحد الممالك من تاني لانه عايز يستغل قوتهم في القضاء على سكان السطح لانهم خربوا المحيط بتاعهم بسبب مخلفات مصانعهم. لكن نيريوس بيحذر أرم من اللي هو عايز يعمله، وبيقول له ان مملكة برلين وغيرها من الممالك مش هيستسلموا له بسهولة. ده غير ان في شائعة بتقول ان والدته أطلانتا كانت على علاقة مع واحد من سكان السطح وكمان خلفت منه. وفجأة وصل رد الاجتماع بتاعهم بصاروخ بحري، وساعتها نيريوس بيتصاب، بس اور اتصرف ودمر الغواصة بسهولة. والهجوم ده كان حافز قوي علشان يقتنع بالهجوم على سكان السطح. وبنكتشف بعدها ان ديفيد هو اللي هجم عليهم علشان ينتقم لوالده. في الوقت ده جنود من أطلانتس راحوا له وقالوا له ان أكوامان مش واحد منهم، وبعدها جابوا له شويه من الذهب كعربون صداقه بينهم. في نفس الوقت أرثر رجع والده من الحانه لانه ما كانش في وعيه. بعدها ظهرت قدامه واحده من سكان أطلانتس اسمها ميرا، وميرا كانت خطيبه أورام، وطلبت من أرثر انه يرجع معاها للمملكه علشان يوقف اخوه على اللي هو عايز يعمله، وقالت له كمان ان هو الوريث الشرعي للحكم وان ده حقه بسبب اللي عملوه في والدته، لكن وقتها بيرفض وبيسيبها ويمشي. وفي طريقه للرجوع أرثر حس بحاجة غريبة، وخصوصا لما شاف شوية من الطيور جايين بسرعة من ناحية البحر، وفجأة ظهرت موجة
تسونامي عملاقة شالت كل حاجة في طريقها. وقتها أرثر حاول إنه يهرب من الموجة دي، بس للأسف الموجة طالت عربيته وفصلته عن والده. بس لحسن الحظ ميرا ظهرت في الوقت المناسب وأنقذتهم، وبعدها خرجت المية من جسم والده وشكرها على اللي عملته. بس ميرا قالت إن دي بداية وفي كوارث أكتر هتحصل. وفعلا تاني يوم الأخبار قالت إن الموجة اللي حصلت امبارح قتلت المئات من الناس، وكمان خرجت كل الزبالة اللي كانت في المحيط ورجعتها للشط تاني. نتيجة اللي حصل أرثر وافق إنه يروح مع ميرا عشان يوقف أخوه عند حده. الاتنين وصلوا بعدها أطلانتس، وبنعرف بعدها إن ميرا بنت الملك إنريوس. وأرثر كان مبسوط جدا بالمناظر الجميلة اللي شايفها، لأن دي أول مرة يزور فيها أطلانتس. وميرا خدته بعدها لمكان سري علشان يقابلوا فلوكو. وقتها بيقول لأرثر إنه لازم يرجع العرش بتاعه من أخوه بالقوة، لأن كورم بيخطط إنه يهاجم سكان السطح بمساعدة مملكتين تانيين. وبيكمل كلامه وبيقول إن الطريقة الوحيدة علشان يرجع العرش بتاعه هو إنه يلاقي سلاح قديم وقوي صنعه الملك بنفسه، واللي بيملكه بيحكم مخلوقات المحيط كله. وفالكو بيحكي له عن تاريخ أطلانتس وقت اتحاد الممالك السبعة، وقال له إنهم كانوا متقدمين جدا، بس تقدمهم ده دخلهم في غرور وطموح زيادة عن اللزوم. وبعدها اتقلب السحر على الساحر، والتكنولوجيا بتاعتهم خرجت عن السيطرة وغرقت مدينتهم. بس مع الوقت قدروا يتطوروا ويتكيفوا مع المية. والملك اللي صنع السيف اختفى من ساعة الحادثة ومحدش يعرف عنه حاجة. وفالكو قال له إن آثار الفريق بتاعه لقوها وهم بيدوروا في المملكة الصحراوية، وقالوا إن الأثر ده عبارة عن سجل قديم في مكان قبر الملك أديليين، ولازم يوصلوا علشان يلاقي الربح الأسطوري. وفجأة بيحصل انفجار كبير ويدخلوا جنود أطلانتس عليهم، بس لحسن الحظ فالكو وميرا قدروا إنهم يهربوا قبل ما الجنود يشوفوهم، لأنهم لو اتشافوا مع أرثر هيتحكم عليهم بتهمة الخيانة. بس المشكلة وقتها إن الجنود كانوا في أطلانتس، يعني كل الأسلحة هتأثر فيه بقوة. وبدأ القتال عنيف في القصر، لكن في النهاية القدرة تغلب الشجاعة، والجنود انتصرت وأخدوه للملك أورم. وفي المشهد اللي بعده بنشوف أرثر مقيد بالسلاسل زي الحيوانات، وبعدها بيدخل عليه أخوه كورم وبيهينه. وفي اللحظة دي أرثر بيتضايق وبيهجم عليه، بس ما بيقدرش يوصله بسبب السلاسل اللي مربوطة فيه. وقتها بيقول له إن سكان السطح بيدمروا المحيط ولازم يتعاقبوا، لكن أرثر بيرد عليه إنه مش مهتم بكل ده، وعلى جثته إن الحرب دي تحصل. وأرثر خدته الشجاعة بعدها وتحدى أخوه كورم على العرش، واللي هيكسب هيبقى الملك ويتصرف في موضوع الحرب زي ما هو عايز، أما اللي هيخسر مش هيتكلم تاني في موضوع الحكم. وقتها كورم بيقول إنهم هيتقاتلوا في حلبة النار. وقبل المعركة أرثر بيعرف إن ميرا خطيبة أخوه، والموضوع ده بيضايقه جدا. بعدين أرثر بيواجه أخوه في حلبة النار وسط جمهور كبير من شعب أطلانتس، وهناك الجمهور كانوا بيشتموه واعتبروه دخيل عليهم وخاين. وبدأ القتال والاتنين بدأوا يطحنوا في بعض، وفي الأول القوتين كانوا زي بعض، بس كورم لحق نفسه في اللحظة الأخيرة وكسر رمح أرثر وقدر إنه يهزمه. بس قبل ما يقتله ميرا اتدخلت في آخر لحظة وأنقذته، وبكده ميرا ضحت بنفسها وبسمعتها علشان خاطر أرثر. بعدها رجال أورم نجحوا إنهم يوقعوا المركبة بتاعتهم في الحمم البركانية، بس ميرا وأرثر خرجوا منها في آخر لحظة قبل ما المركبة تتدمر. وبعدها على طول قابلوا مجموعة حيتان، ولأن أرثر كان بيعرف يتكلم لغة الحيتان طلب من واحد منهم إنه يخبيه في بقه علشان يهربوا من كورم وجنوده. بعد كده كورم شاف المركبة بتاعتهم وهي بتغرق في الحمم البركانية وفكر إنهم ماتوا معاها. بعدين الاتنين انطلقوا للبحث عن المملكة الصحراوية علشان ياخدوا الربح بتاع الملك. وبنكتشف بعد كده إن السعار اللي في إيد ميرا أداة تحديد الموقع، وساعتها كورم بيعرف مكانهم وبيبعت وراهم أحسن الجنود علشان يقتلوهم. في المشهد اللي بعد كده بنشوف جنود من أطلانتس وهم بيدوا سلاح لديفيد، والسلاح ده كان عبارة عن مسدس بلازما واللي بيشتغل بالمية، بس كان سلاح فتاك. ديفيد وقتها بيفرح جدا بالهدية لأنه دلوقتي عنده الأدوات اللازمة علشان ينتقم من أرثر. وبعدها بيرجع للبيت علشان يطور من السلاح اللي الجنود اديتهوله. وبنشوف بعد كده إن ميرا قدرت تحدد مكان المملكة الصحراوية، وساعتها نطت من الطيارة بدون باراشوت، وده لأنها ما تعرفش حاجة عنه، وأرثر كمان نط وراها. وفي الأول الاتنين ما قدروش يوصلوا لحاجة، لكن أرثر فجأة وقع في حفرة وسط الرملة، والحفرة دي ودتهم للمملكة واللي كانت مدفونة تحت الرمال. وهناك لقوا حاجة مدورة زي الترابيزة بس كانت مليانة تروس، وميرا استخدمت الأثر اللي معاها بس مفيش حاجة حصلت، ففهمت إنهم لازم يستخدموا مية. فخدت شوية عرق من أرثر وحطته على الأثر، وساعتها ظهر تسجيل ثلاثي الأبعاد للملك. وقتها الملك قال لهم على شوية علامات تدلهم على الربح الأسطوري، والرسالة كانت لو عايز تلاقي الربح الأسطوري لازم تروح لنهاية العالم وتدور في
البحر المخفي، وعلشان ده يحصل لازم تبص من خلال الازازه لان الملك الحقيقي هو بس اللي هيقدر يشوف ده. بعدها خرجت ازازه من قدام التمثال كانت جواها خريطه، وارثر وميرا خدوها ومشيوا. وقتها الازازه دلتهم على مكان معين في ايطاليا، بس لما راحوا هناك ما قدروش يحلوا باقي اللغز. وقتها ارثر افتكر كلام الملك لما قال له ان الملك الحقيقي بس اللي يقدر يشوف البحر الميت. ولما شاف التماثيل اللي قدامه اكتشف ان واحد منهم هو اللي كان الملك في يوم من الايام. لما حط الازازه على التمثال قدر يحدد مكان واجهتهم الجايه، وفجأة حصل انفجار شديد جدا والاتنين طاروا. وبنكتشف بعد كده ان ديفيد هو اللي هجم عليهم مع جنود هورم، وارثر واجه ديفيد، بس ديفيد كان مجهز نفسه كويس بالاسلحه الجديده اللي معاه وقدر يجرح ارثر بسهوله. وديفيد كان ليه الافضليه وكان هيقضي على ارثر، بس لحسن الحظ حصل خلل في نظام البدله بتاعته واتدمرت. وفي نفس الوقت ميرا قدرت تهزم جنود اطلانتس بعد ما اكتشفت انهم ما يقدروش يتنفسوا على السطح، وراحت بسرعه على ارثر لانه كان مصاب اصابات خطيره. وارثر قال لميرا انهم كانوا متراقبين بسبب السوار بتاعها، وساعتها ميرا خلعت السوار وكسرته. بعدها بنشوف ان ارثر وميرا خدوا سفينه واتحركوا على البحر المخفي، بس في وسط البحر حصلت عاصفه شديده جدا وخرجت من البحر مخلوقات مخيفه وهجمت على السفينه بتاعتهم. وفي الاول ارثر وميرا حاولوا يواجهوا المخلوقات لكن العدد كان كبير جدا فاضطروا انهم يستخبوا جوه السفينه. فارثر بيولع شعله ضوئيه واكتشف ان المخلوقات دي بتخاف من الضوء، وساعتها قرروا يغطسوا في الميه علشان يدوروا على الربح الاسطوري. وبنكتشف بعد كده ان المكان ده هو مملكه الطرنج واللي بيكون فيه مخلوقات بدائيه متوحشه، وده المكان اللي والدته اتعدمت فيه. وقتها ظهرت الملايين من مخلوقات الطرنج وحاولوا انهم ياكلوهم، بس لحسن الحظ ظهر مصدر ضوء قوي منعهم من التقدم. وارثر وميرا اتفاجئوا لما عرفوا ان مصدر الضوء ده عباره عن عاصفه رعديه تحت الميه، وما كانش قدامهم حل غير انهم يدخلوا فيها. بس التيار كان قوي جدا وميرا اتحدفت بعيد واغمى عليها في الميه. في اللحظه دي ظهر وحش بحري عملاق وكان بيحاول ياكلها، بس جه شخص مجهول وانقذها. اما ارثر عدى من العاصفه بنجاح ووصل للبحر المخفي واللي كان فيه رساله من الملك. وبنكتشف بعد كده ان الشخص المجهول اللي نقذ ميرا هي اطلانتا والدة ارثر، وارثر وقتها بيتفاجئ لما بيشوف والدته وبيحضنها. بعدها اطلانتا قالت له انها قدرت تعدي العاصفه لما اهلها رموها عشان مخلوقات الطرنش ياكلوها. وصلت هنا من 20 سنه ولسه عايشه في المكان ده. بعدها دلته على مكان الربح الاسطوري اللي كان الملك مخبيه ورا شلالات الميه، بس كان سايب وحش اسطوري عملاق علشان يحرسه. والوحش ده كان اسمه كراكل لدرجه ان ما كانش فيه حد يقدر يعدي منه على مر السنين اللي فاتت. بس ارثر كان مصر ينقذ السلاح ونط في المايه علشان يجيبه، ولما راح علشان يجيبه ظهر قدامه كراكل مره تانية. وحاول ارثر اكتر من مره انه يوصل للرمح، بس كراكل كان قوي جدا وسريع. ارثر بالنسبه له زي الحشره، ووحش الكراكل كان هيقتل ارثر، بس ارثر استخدم قوته للتواصل معاه وقدر انه ينقذ نفسه في اخر لحظه. وكراكل وقتها كان مندهش ان في حد يقدر يفهم اللغه بتاعته، وده لان مفيش حد تواصل معاه قبل كده الا الملك ادلين نفسه. وساعتها سمح لارثر انه ياخد السلاح، وبحصول ارثر عليه هيبقى يسيطر على المحيط كله. في نفس الوقت اورم كان بيحاول يوحد الثلاث ممالك تحت قيادته، كان بيستعد لغزو المملكه الرابعه المملكه برلين. واورم كان عايز يجمع اكبر قوه ممكنه علشان تساعده في القتال ضد البشر، لكن مملكه برلين رفضت الخضوع. بدات المعركه بينهم وكانت شديده جدا، واورم كان على وشك يقتل الملك برلين، بس بيوصل وقتها ارثر وظهرت معاه الكراكن ومخلوقات الطرنش. وارثر كان بيتحكم في كل مخلوقات المحيط، وساعتها اتقلبت الساعه على القرم واتهزم جيشه بمساعده الكراكن والمخلوقات التانيه. بعدها ارثر واجه اخوه بس المره دي على سطح الميه علشان تكون ليه الافضليه، وبدأ القتال بينهم. بس المعركة المرة دي كانت أشرس من المرة اللي فاتت، وكل الملوك كانوا شاهدين عليه، والمعركة طولت بين الأخين، بس أرثر المرة دي كان ليه الأفضلية وهزم أخوه. وبعد القتال أورم طلب من أرثر إنه يقتله، لكن أرثر بيرفض وبيقول له إنه مستحيل يقتل أخوه. وقتها بتظهر أطلانتا وطلبت منهم إنهم يوقفوا القتال، وأورم اتأثر أول ما شاف والدته. وبعدها بيظهر فالكو وأمر بسجن أورم لأنه كان ديكتاتوري وعمل انقلاب. وبعدها أرثر بقى ملك أطلانتس، والممالك السبعة كلها بقت تحت قيادته، والشعب اعترف بيه على انه الوريث الشرعي والملك الشجاع. واطلانتا اجتمعت تاني مع توم والد ارثر وحب حياتها. وفي اخر مشهد من الفيلم بنكتشف ان ديفيد لسه عايش، وبنعرف ان في عالم انقذه، والعالم ده كان مهووس بقصه الاطلانتس. وساعتها ديفيد بيوعده انه هيوصله لاطلانتس لو ساعده. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيلمنا يا صديقي. ما تنساش انك تشترك معانا وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.